انا هربت. الموضوع ابتدى من اسبوع لما نزلت فيديو ووريتكم فيه شخصيه من شخصياتي وهي البنت الحنونه، ودخلت جروبات فيس وكلمت واحده اسمها مدام جيجي. ازيك يا مدام جيجي، انتي اموره قوي. هو انتي مرتبطه؟ طلع ان مدام جيجي دي ماسكه كارتة اول فيصل عندنا واجرت رجاله وراحت كسرت الباب على حنونه في شقتها وضربتها. لا ومش بس كده كمان، دي كسرت لها العده السامسونج بتاعتها. انا عايز بس اقول حاجه لمدام جيجي، انت ممكن تضربيني ماشي، ممكن تشتميني ما يضرش، ممكن تهدديني نعديها، انما تيجي لحد العده السامسونج لا تطير فيها رقاب. بس انا ما سكتش وقعدت ادور ساعات وايام واسابيع لحد ما لقيته، الشخص اللي يقدر يجيب لك حقك من اي حد، الشخص اللي قادر يحل مشكله الاكوان الموازيه تمزق الابعاد، الشخص اللي مش هيخلي حد يقدر يقول لك يا كوكي. الشخص ده هو جابر النسر. جابر النسر. انت بتخلي المتنمر يقولها لك يا كوكي يا سوسي يا شتيمه، فانت اللي مديله الفرصه انه يمد ايده عليك. جابر النسر او نسر كونج فو هو شخص بيقدم محتوى تعليمي عن اساليب الدفاع عن النفس. من اول ما تخش القناه مش هتعرف دخلت فين بالظبط، هتلاقي فيديوهات تنميه بشريه، دفاع عن النفس، باركور، اكنك دخلت في ثقب اسود ومش هتخرج منه ابدا. ناقص له بس يبقى فود ريفيور ويعمل فلوجات عائليه ويبقى حط على اي حد بيعمل محتوى. هتلاقي دايما في فيديوهاته بيحارب التنمر وان ازاي محدش يقول لك يا كوكي. يا كوكي دي تحسه بيستخدم اساليب تنمر قديمه من الطبقه البرجوازيه، اساليب تنمر عيال بتصحى الصبح تفطر كرواسون وتروح تاخد الكافي بتاعها من ستاربكس وبعد كده تركب عربيتها تويوتا كرولا وتطلع على السي كلاب اللي في المعادي. وبعدين هو ليه صاحبك ممكن يقول لك يا كوكي لما ممكن يقول لك يا اطياب مثلا؟ ده انت عالبضين. في الفيديو دوت هو جايب اتنين بيتخانقوا، بس هما دول تقريبا مش بيتخانقوا، هو تقريبا جايب اتنين بيشكلوا قدام بعض على مهرجان طب شحت محت، لان ده مش طريقه خناق. طب شحت محت، خد فوق وتحت، لو جيت ورحت مش هتجيبني. والمشكله ان هو دخل يحوش ما بينهم. لما اشوف اتنين بيتخانقوا المفروض اعمل ايه؟ شكرا جابر النسر ان انت علمتني لما اشوف اتنين بيتخانقوا اخش احوش ما بينهم. انا لما كنت بشوف اتنين بيتخانقوا عندنا في المنطقه كنت بخش ادمدم الاتنين، اكسرهم، ما اخليش فيهم حته سليمه، كنت بخش ارقدهم على الارض. شكرا جابر النسر ان انت علمتني لما اشوف اتنين بيتخانقوا ان اخش احوش ما بينهم. هو ده الشخص اللي لازم ناخده قدوه، هو ده الشخص اللي لازم نقتدي بيه ونبني شخصيتنا عليه. اللي ممكن ادافع عن نفسي بدبوس الطرحه. انا لو دخل على الحرامي بدبوس الطرحه تقريبا هيديني المطوه وعليها 50 جنيه دي ويقول لي اتفضل عدي يا باشا، ما مش بعيد يموت من الضحك اصلا. يا كوكي دي وانا ليه ممكن اخلي بالي من مستقبل العيله؟ هي العيله مالها بمستقبلي؟ انا اساسا مستقبلي ضايع. بعدين في الفيديو ده بيقول لو صاحبك بيضربك على قفاك. زول ازيك يا جابر؟ ازيك يا ابو حميد عامل ايه؟ ايه يا عم الحلاوه دي؟ ايه الدنيا؟ بص عمال اضربه على ايه؟ على قفاه. ما انت برنامج ابن منك صحيح. لو صاحبك بيضربك على قفاك بس احب اقول لك ان انت لازم تقطع معاه، لان ده مش صاحبك اللي بجد لما يشوفك ماشي في الشارع وتيجي تسلم عليه يمسكك ما يخليش فيك حته سليمه، يمسكك يكسرك، يمسكك يفرمطك كده، تقول له ازيك عامل ايه ياخدك سوبليكس. اصحابنا وانت ولا فاكرين الماضي ولا ناسيين كل. وفي الفيديو ده اوريك لو حد ضخم دخل عليك كان ان هو مسكه سفلته، يعني مسكه سففه التراب، ما خلاش طوبه في الشارع الا لما اكلها له. تقريبا عقبال لما استخدم استراتيجيات جابر النسر في ان انا ادافع عن نفسي ضد واحد ادي مرتين، خلاص هيتوزع عليا قرص في تراب الغفير وهنتقل الى الرفيق الاعلى وهيقروا عليا الفاتحه يوم الجمعه. المهم اني لسه مكتشف ان اي حد بيدافع عن قضيه مهمه في المجتمع لازم يبقى اسم ابوه حيوان. يعني عندك مثلا مؤمن الديب بيدافع عن قضايا المراه وتربيه الاولاد ان انت ما تبقاش ابن ضايع. على فكره ابنك ضايع عن انتوا في الشوارع. عندك محمود الجمل بيناقش قضيه هادفه جدا في المجتمع ضد حقوق الطفل. هو فعلا ضد حقوق الطفل، لان دي مش فيديوهات هادفه بجنيه، فيديوهات هادفه تخليك تروح ترتكب معاصي. ورا بطل الجامد. شوفي بقى مين هيفك. والنبي يا كيمو انا اختك حبيبتك يا كيمو. دلوقتي اختك حبيبتك. يا كيمو انت لسه شفت حاجه انا يا بحبك امنيه؟ على فكره، بس انت بتعملني وحش ومش بتحبني. انا هوريك الوحشه بجد بقى خلاص يا كيمو مش هقول لماما حاجه تاني خلاص. خلي حد يفكك يا امنيه. والنبي يا كيمو انا اختك حبيبتك. هروح بقى اخلص حاجتي يا كيمو عشان خاطري ما تسيبنيش يا كيمو. يا كيمو وجابر النسر ومحاربته ضد التنمر، وبالاخص محدش يقول لك يا كوكي. يا عم ما تقوليش اللفظ ده لو سمحت. طب يا عم انت بتزعل. المهم ان احنا لو نزلنا المعادله وشيلنا الطرف الاول هنلاقي ان العامل المشترك هو اسم الحيوان، الديب، الجمل، النسر. خلاص بقى يبقى انا اسمي نفسي عبد الرحمن التمساح واروح اناقش قضايا العدد السامسونج المكسوره. يا رب مدام جيجي ما تشوف الفيديو دوت.
ده غير فيديوهاته في الباركور اللي تخليك يجيلك انزلاق غضروفي ورباط صليبي ودوالي في الجهاز العصبي وقرقشه في صوابع الرجلين. يعني نفسي اعرف مين ممكن يعمل او يتشقلب بالبنطلون الجينز. انا لو اتشقلبت بالبنطلون الجينز تقريبا مستقبل العيله هيضيع بجد ساعتها. فاكرين يحيى المصري بتاع فيلم الحاسه السابعه؟ مش بعيد يكون هو جابر النسر قريب وبيضحكوا علينا اساسا. جابر النسر تقريبا باني شخصيته على يحيى المصري، هتلاقوا ان هما نفس الشعر. يعني احنا لو حرفيا عملنا فيس سواب ما بين جابر النسر وما بين يحيى المصري هتلاقي ان النتيجه نفس الشخص. ازيك يا كوكي عامله ايه؟ 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 ايه كوكي دي؟ مش بهزر معاك. وبعدين هو اخويا ليه هيبقى مصمم يضربني بدون وجه حق؟ انا لو ليا اخ كل يوم بصحى اتدرب فيه واطلع فيه حركات المصارعه اللي اتعلمتها امبارح بالليل في عرض صور اسلام الاتحاد، كل يوم ابقى بصبعه بعلقه وامسيه مش هسيبه سليم. جابر النسر بيعمل حركات هالك ذات نفسه يستحي يسويها. ازاي تدافع عن نفسك بعظمه دقنك، ازاي تهزم شخص باصبع واحد، ازاي تحط صباع رجلك في بق واحد تاني. بيعمل حاجات مارفل ذات نفسها تستحي تحطها في السي جي اي بتاعها. ليه ممكن اهزم شخص باصبع واحد مش هحطه في زوره وخليه يركع كل اللي في بطنه؟ يعني القرف. ازيك يا كوكي عامله ايه؟ انا ليا اسم جابر. ايه كوكي دي؟ بحب اوجه لك رساله واقول لك لو محدش بيقول لك يا كوكي اعرف انك فاشل. صاحبك لو ما صبحكش امك ومساك بغور يا ابني ما يبقاش صاحبك بجد. انا طلع اسكت انت تسمع انت انت لا هو اسمع لما اتكلم على مراتي وولادي هو اسمع. نطلع فاصل يا جماعه. هو اسمع. نطلع فاصل يا جماعه. نطلع فاصل يا جماعه. نطلع فاصل. واحب اقول في اخر الفيديو ان انا بحب جابر النسر وبحترمه جدا. كل اللي فات ده كان هزار، راجل مجتهد جدا في شغله. وبس اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.